السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل بصوا ألذ واخف زبادي في الدنيا. زبادي سهله جدا جدا. ما فيهاش اي حاجه يعني صعبه. شايفين ما شاء الله وشها املس كده وناعم. دي زبادي كريميه طعمها زي الكريمه كده ما شاء الله، لان اللبن بتاعي كان دسم. كنت جايباه من مكان موثوق فيه بجد، كان ما شاء الله يعني. عملته بالطريقة دي كده بطريقة سهلة جدا جدا. تعالوا نشوف الطريقة عاملة ازاي، وقبل ما نبدأ الفيديو تعالوا نصلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شايفين ما شاء الله خرطة الزبادي بتطلع ازاي؟ كريمية كده وطعمها بجد دسم وجميل جدا جدا. تقدري تعملي الكمية اللي انت عايزاها ما شاء الله في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. طبعا لما نعملها في البيت اوفر بكتير بكتير اوي من لما احنا نشتري من المحلات. هنا هنجيب معايا بقى اللبن بتاعي او الحليب. بجد لما بيكون دسم كده وجايبينه من عند مكان موثوق فيه بجد بيدي طعم تاني خالص. انا هنا كده كنت جايبة كيلو من الحليب. شايفين ما شاء الله كان دسم جدا. هحطه كده في اللبانة، وزي ما انتم شايفين في اول الفيديو عمل لي الكمية قد ايه. طبعا لو هشتري الكمية دي من بره كزبادي كده هيبقى اغلى بكتير. جبته كده وبدأت ان انا احطه على النار، واخلي بالي كل ما يبتدي يغلي غلوة بسيطة كده اقلبه، علشان طبعا آه اي بكتيريا فيه. طبعا انتوا عارفين الحرارة بتموت اي بكتيريا، واللبن بيبقى فيه بكتيريا كتير. بس كده هسيبه كده. بعد ما يغلي هسيبه يهدى شوية. زي ما انتم شايفين كده خلاص هو هدي معايا، وهبتدي بقى اعمل ايه تاني. طبعا الزبادي زي ما انتم حابين تعملوه ساده كده زي ما انا هعمله، او حابين تعملوه بالفراوله باي فواكه انتوا حابينها. تحطوا لها سكر كده عشان وقت ما تطلعوها كده تبقى مسكره. ما تضيفولهاش اي سكر ماشي، لكن انا بحب ان انا اسيبها زي ما هي زي ما انتم شايفين كده. وعلى حسب كمان انا ممكن اعملها بعد كده مرات تانية باي اطعم انا عايزاها. بس انا النهارده كده حبيت اعملها بسيطه وخفيفه. جبت معايا هنا علبه زبادي بلدي. بدات ان انا احط فيها حبه لبن والوش كمان بتاع اللبن، وهبتدي اضربهم في الخلاط زي ما انتم شايفين عشان تبقى ناعمه. وبدات ان انا انزلهم تاني في اللبانه. طبعا اللبن دافي زي دمعه العين، مش سخن ولا هو بارد. وبدات ان انا اقلب فيه كده. كده انا حطيت علبة الزبادي البلدي بس فقط لا غير، مش هحط اي حاجة تاني ولا اي اضافات. حابين تحطوا سكر، حابين تحطوا فواكه زي ما انتوا عايزين. وبدأت ان انا اجيب الكوبايات بتاعتي او الطواجن زي ما انتوا عايزين علب اللي هي الاكليريك اللي هي البلاستيك دي. برضو زي ما انتوا عايزين في اي حاجة حابين تصبوا فيها. حطوا فيها. انا حطيت كده في طواجن. حبيت ان انا اجرب الطريقة دي كده الطواجن الفخار اللي انتوا شايفينها دي. وهبتدي كمان احط في كوبايات صغيرة. طبعا الزبادي تحطوها بمقدار على حسب اللي هياكل فيها، علشان يبقى يعني الكمية مناسبة ليه ولا لأ. انا حبيت كده ان انا اعمل حجم كبير وحجم صغير. يعني جبت الكوبايات دي كانت صغيرة، بدأت ان انا اصب فيها كوباية ازاز عادي خالص. يعني في اي حاجة ممكن تقدر تعمل فيها الزبادي. حطيت الزبادي بتاعتي كده في الكوبايات وفي الطواجن الفخار. وبصوا بقى هو هنا في حاجة انا عملتها. التصوير طبعا قطع فيها. انا جبت صاج وحطيت فيه مية بتغلي، وبدأت ان انا احط فيه الطواجن والكوبايات دي كده، وغطيتهم وحطيتهم في الفرن. الفرن طبعا دافي مش سخن، وطفيت عليه. يعني انا دفيته شويه وطفيت عليه وحطيت فيه الصاج. حطيت جوه الصاج ميه سخنه، وحطيت فيها بعد كده الطواجن والكوبايات دي. وحطيتهم في الفرن وغطيتهم بفوطه. الطريقه دي بجد سريعه وجميله جدا جدا. البخار يعني بيبقى زي الحضانه بتاعت الزبادي كده، او حاجه شبيهه لكده. بجد بيبقى مش بياخد وقت، والزبادي ما شاء الله بيمسك معايا. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله طلع كريمي. وطعمه بجد جميل جدا. نقدر نعمل بيه اي وصفة احنا عايزينها. في وصفات كتير بتحتاج لزبادي، فالطريقة دي موفرة. تقدروا تعملوه في البيت بكل سهولة. وياريت لو عجبكم الفيديو بقى متنسونيش في لايك وشير. وسلام.